في ايه؟ ايه ده؟ استاذ صفي؟ مش عارف اقول لك والله العظيم، انا موجود بس كنت قاعد مستني حضرتك و قعدت قطه كبيره كده من قدامي فاتخضيت. هي القطه دي بتاعكم؟ ايه ده؟ مش انت اللي كنت ماشي ورايا الصبح؟ وبعدين مفيش قطط عندنا اصلا. انت عايز ايه؟ لا كان في قطه بجد كانت معديه من قدامي لونها اسود وكبيره. ازاي ما عندكوش قطط؟ وانا فعلا كنت معدي وراك الصبح، والصراحه انت عجبتني قوي. عارف. اتفضل هنا، اختي جايه لك. ازاي مفيش قطه؟ شفت القطه بعيني. ايه ده؟ اهلا اهلا اهلا. حضرتك بس انا كنت جاي لك بخصوص اختك، وكنت بس عايزها في. انا عارفه ان انت جاي عشان اختي، وعارفه ان انت معجب بيها. طب حضرتك عرفت ثواني. ان واحده النهارده دي حكيت لي كده وبصيت لها طلعت البيت، بس الصراحه اتحركت تخبط. ليه يا ابني ما تروح لها؟ طب انت شفتها وعجبتك، ما هتضيعش الفرصه دي. كمل. حضرتك ممكن بس اخش الحمام؟ اتفضل. فين الحمام؟ خش طوالي على اليمين تلاقي الحمام. شكرا جدا. ايه الناس دي؟ ايه في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ لا لا لا، ده انا بس كنت بشرب ميه وفجاه وانا بشرب ميه الكوبايه وقعت مني. انا متاسف جدا والله العظيم، لو عايزين كوبايه اجيبها لكم تاني غير دي انا ما عنديش مشكله. كمان كسرت الكوبايه؟ انت قلت لاختي انك هتخش الحمام، ايه اللي جابك هنا؟ اطلع بره طيب. ماشي معلش انا اسف والله، انا كسرت الكوبايه اللي جوه كان خلاص غصب عني. خلاص. طب حضرتك ممكن بس معيش تليفوني، طب ممكن بس تكتبي رقمك في سيب لي رقمك وانا هكلمك. طب خلاص انا هسيبه جوه على التصريحه وانت يبقى خديه بقى في اي وقت ورن عليا بدل انت عرفت الحوار. تمام. سلام. بقول لك يا غالي، ايه يا باشا؟ في ناس في الشقه الدور التاني هنا اسمها صافي ومنى، فانا طلعت لهم كذا مره بس المره دي مش فوق، عمال اخبط من ساعتها مفيش حد فوق. هما فين بالظبط؟ انا ساكن هنا بقى لي 10 سنين. الدور التاني ده كان فيه بنتين فعلا، واحده منهم صافي ومنى، الاثنين اخوات، ومن 8 سنين حصل حادثه في الشقه دي والشقه ولعت بيهم وماتوا. قلت له